بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوتاجاز كريازي 5 شعلة. البوتاجاز وهو جاي جديد طبعا بيبقى معاه حتة صاجة بتتحط بين الباب وما بين البوتاجاز عشان السخونية ما تطلعش على المفاتيح. فالصاجة دي لما بتتحط لازم الباب يكون مفتوح حبة صغيرة، والسخونية بتطلع من الجناب عشان الصاجة محطوطة فوق. طب الست عايزة تعمل الأكل والباب مقفول، لا لازم تشيل الصاجة. ففي عيب تاني كان في الارضيه دي بتبقى نازله على اليمين، دايما اللي عنده بوتاجاز تلاقيها نازله من ناحيه اليمين كده مايله. فالشركه عملت العيب ده الحمد لله. ففي حتت في جنب البوتاجاز نيكل كده هي اللي بيتحط عليها رف البوتاجاز او الشبكه بتاعه البوتاجاز اللي في النص، فعملوا زي ضفر من تحت كده اهوت بتقعد عليه الارضيه. يعني حل كويس، لان انا كنت بعمل لها رف جوه عشان تقعد عليه الارضيه. فهم عملوا الفكره دي برضو كويسه مش وحشه، يعني عالجوا العيب دوت. فحته الصاجه دي انا بعملها عموله اهي، اقول لكم على مقاساتها. بتبقى 4 سم كده نزول في سنتي جوه، 4 سم في سنتي جوه. الحته دي بقى يا 5 يا 10 يا 8 زي ما انت عايز، بس يعني كل ما تعمل عرضها قليل شويه بيبقى ما يبقاش حمل على المسمار. الحته دي بقى عرضها 74 ونص من الجنب للجنب، هي 75 عاملها 74 ونص عشان تخش مستريحه. وبخرمها بره 3 خرام تمام، واجيب الشنيور واخرمها في السقف 3 خرام واربطه اهو. فانا مخرمها بره وخرمت بالشنيور في السقف بتاع البوتاجاز اهو على حرف وشفه البوتاجاز من بره. دي ثابته بقى ايه مع البوتاجاز، دي ثابته مع البوتاجاز. فالسخونيه بتاعت الشوايه لما تطلع بتلاقي حاجز او مانع للحاجه تطلع، فالسخونيه بتيجي على اقرب تهويه بتطلع عليه على المدخنه الخرام اللي في البوتاجاز من ورا، على المدخنه بتاعته يعني هي كده. بفتح الباب وبقفله، وهي راكبه عادي وراكبه عادي. يعني انا ما صدقت لقيت بوتاجاز، يعني بسم الله ما شاء الله عليا كده. احنا بنشكر استاذ محمود اللي سمح لنا اللي احنا نصوره الفيديو دوت يعني. فما بصدق الاقي بوتاجاز بحاله كويسه كده ونضيف اصور. فالنظافه مش معنى اكب ميه والكلام ده، لا. النظافه يعني اول باول بمسح اول باول، ما اخليش الدهون تمسك، هيفضل عايش معاه. ادي حته الصاجه اهيت، حته الصاجه اهي بتاعه البوتاجاز الاصليه، محدش بيشتغل بيها، واللي بيشتغل بيها قليل جدا. دي بتتحط كده اهوت، دي بتتحط كده اهوت اهي، والباب بيقفل عليها، طب السخونيه بتطلع من الجناب. طب ماشي كويس حلو. طب انا عايز اقفل الباب، لازم اشيل الصاجه مهما كانت. ففي تسريب بيطلع برضو، سخونيه بتطلع ايه على المفاتيح والجوال. فحته الصاجه ديت ثابته، حته الصاجه دي كده ثابته، هفتح واقفل ثابته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.